خطيره، قسما بالله خطيره، وحالا هستخدمها على ايدي ووريكي جمالها بتعمل ايه في التفتيح. ركزي معايا في اللي انا هقوله لك دلوقتي. جايبالك افضل صابونه تستخدميها لبشرتك بشويه كركبه من المطبخ، بمعنى اصح هتعملي احلى واجمل 5 أو 6 صابونات في حياتك. انسي التسبغات، انسي البقع، انسي الكلف، انسي مشاكل البشره كلها مع الصابونه اللي انا هديها لك دي. طب بقول لك ايه، ما تيجي من غير كلام كتير نشوف مكوناتها ونرجع نتكلم عن فوائدها. يلا بينا. اول حاجه هنقول بسم الله وعلى بركه الله نبدا. يا بركه بسم الله، صلي على سيدنا النبي يا قمر. ده صابون مبشور اي نوع عندك متاح، بس يفضل صابونه الجليسرين او صابون طبي. دي نص الصابونه انا خدته بشرته. وبعد ما عملنا كده هتاخدي مستخلص العرقسوس تغليه وتحطيه سخن. بقولك افضل صابونه لتفتيح البشره. هضيف عليه معلقه كبيره من الحليب البودر، معلقه كبيره من دقيق الرز، معلقه كبيره من النشا. هدمج مكوناتي وادوب الصابون كده ان الصابون داب معايا وكل المكونات الجافه دابت معايا. باي صابونه بتجفف بشرتي يا سماح، وانا هنسى الموضوع ده؟ استحاله طبعا. حطي لي شويه من زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو رائع في الترطيب وكمان في التفتيح. طيب، قوالب السيليكون تضيفي فيها الصابون بتاعك بالمنظر ده. هنعمل ايه تاني؟ هحطها في الفريزر واطلعها بكره واوريكم قد ايه هي رهيبه وبتفتح البشره. بصي عملنا كام واحده. دي افضل صابونه هتستخدميها لبشرتك حرفيا. دي واشتغل بالصابونه كده على ايدي زي ما انت شايفه كده اهو. اوريكم نتائجها حالا. دي خاخه وهمسح بالمنظر ده، وده الفرق. حد ملاحظ الفرق؟ طب اعمل كده عشان تاخدوا بالكم. على فكره الفرق واضح جدا. دي اتفتحت ودي لسه غامقه. انت مش محتاجه افضل من كده. مكوناتها طبيعيه، هتساعد على التفتيح، هتساعد على نضاره وحيويه كمان بشرتك. بدل ما تشتري الصابونه ام 200 جنيه و300 جنيه، روحي اعملي الصابونه اللي انا بقولك عليها دي وهتلاحظي فرق رهيب بنفسك. كده خلصت معاكي الفيديو. طبعا بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.